لابد من الإنسان أن يحفظ اللسان من الكلام البذيء السيء. نعم، لأن اللسان الذي يعتاد على السب والشد هذا تحرم عليه جنة. وكما ورد عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله قال: إن الله حرم الجنة على كل فاحش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. وهذا الحديث يبين خطورة التهاون بالكلام، فإن الإنسان الذي يعتاد على السب والمزاح الجارح والسخرية يموت حياءه، فلا يستحي من كلامه ولا يتأثر بما يقال عنه.